3 ذكريات للمصريين في المدرسة، ولو الحاجات دي ما حصلتش معاك يبقى انت من الجيل اللي بياخدوا مصروفهم بالدولار. 1. الفسحة، جري هستيري بدون وعي وعيال بتخبط في بعض، اللي كان بيقع واحنا طالعين من الفسحة كنا بنجيبه في الحصة التامنة. الأطفال بتجري كأنها آخر مرة هيفرحوا فيها في حياتهم، وانت نازل بقى بتلاقي حتة فيها كده تجمعات رهيبة. ما تقلقش يا صديقي، ده الكانتين. مفيش حد بقى بيدخل الكانتين ده وبيخرج سليم، لازم تخرج يكون ناقص لك حتة في جسمك. وكل ده بقى بتشتري حاجات غريبة وطعمها أغرب، وده غالبا بيتصنع في الكانتين نفسه. 2. الشرطة المدرسية، وده غالبا الأطفال اللي بيشيلوا روحهم على كفوفهم، والشخص ده بقى هتلاقيه مقتنع إنه عنده سلطة وممكن حياته تكون معرضة للخطر في أي وقت. وتلاقيهم بيكلموا بعض بألقاب غريبة، يعني أحمد باشا تالتة تالت بيكلم عصام الألفي مسؤول حراسة مكتب المدير. 3. حصة الألعاب، بالرغم من الحماس اللي أنا قلت بيه الكلمة إلا إننا عمرنا ما لعبنا في حصة الألعاب دي. كان بيجي دايما مدرس الألعاب يقول لنا يلا يا شباب عشان ننضف الحوش، عشان الحوش يبقى نضيف وتعرفوا تلعبوا فيه. نقعد ننضف بقى وبعد كده يقول لنا الحصة خلصت يا جماعة يلا اطلعوا.